نلتقي بعض وسطاء النور السماوي أحيانا وننجذب، لكننا لا نفرق وقتها بين النور وبين الوسيط، وبطبيعة البشر يلتذون بالانجذاب وطاقته. هل هذا هو السبب أيضا في تقديس نوع من الحجر أو الشجر أو أي مادة لها علاقة بفكرة مقدسة أو تراث روحاني؟ أنا لا أنفي أبدا كرامات عجيبة تحدث في علاقتنا بهذا الوسيط، ولا أنفي كرامته أيضا أحيانا، فقدرته على توصيل هذه الطاقة وأن يكون محلا لتجليها إنما هو أمر لا بد من تقديره وكثيرا. ولعلي أيضا لا أنفي إمكانية وقوع هذا الوسيط نفسه في نفس الفخ الذي وقع فيه المنجذب له. أعلم أن هذه الجذبة في حد ذاتها كرامة، لكننا لا نتوقف عندها، تحجبنا عن الجوهر. ولعل هذا هو اللغز الذي سقط في فخه كثيرون ممن قدسوا إنسانا أو غيره أو ربما عبدوه. لقد توقفوا عنده بسبب النور الذي لم يكن هو إلا وسيطا في مروره وأحد تجلياته، لكنه ليس النور الأصل، إنه انعكاس، وهذا مما قد لا نعرفه إلا في آخر الأمل أو الألم يوم القيامة.